شفنا شكل مختلف للنادي الاهلي في الملعب. طيب يعني يمكن كابتن اسامه اكيد شرحها افضل مني، يعني خلينا اقول بس ان يعني دايما المباريات الكبيره كده او المباريات حتى الصغيره كده سهولتها وصعوبتها من حالتك انت، من احداثك انت، او من الاحداث اللي بتمر بها اللقاء. اسم بتروجيت طبعا اسم بتروجيت اسم كبير ومعاه مدرب قدير ومحترم كابتن طلعت يوسف، ويمكن كابتن طلعت يوسف وبتروجيت ما خسرش ابدا فرق 2 مليون ما مسك لحد دلوقتي، ما خسرش اصلا غير مباراه الداخليه كانت اول مباراه بالنسبه له، وكان لها ظروف خاصه وكان لها كمان يعني اعتقد ان هو كان حظه مش معاه في اليوم ده. من بعديها ما خسرش ابدا خالص غير من النادي الاهلي النهارده، وهروح لابعد من كده ما خسرش ابدا فرق هدفين. يعني بتروجيت تحديدا يمكن من الاسبوع الاول بشكل عام بقى خسرت من المصري 3-1 وبعدين خسرت من المقاولين 2-0 وبعدين قعدت فتره طويله جدا يعني قربت على 14 اسبوع ولا 15 اسبوع او اقل من كده بشويه، يعني ما خسرتش غير مباراه الداخليه فرق واحد. يعني احنا النهارده الشوط الاول يمكن نصه كان الاولاني كان لصالحك، تماسك وسيطره واستحواذ وفرص، وبعدين في اخر 10 دقائق كانت بتروجيت اخطر وعدد الضربات الركنيه كانت اكتر بكتير كمان يعني، وانتهى الشوط الاول بالشكل ده. والشوط الثاني اعتقد من الثانيه الاولى يعني كان في استحواذ وفي سيطره للنادي الاهلي. سيد نتكلم بقى بعيدا بعد المباراه، مستر مارتن يول هيكون موجود ولا مش موجود من المباراه القادمه؟ عايزين نعرف ونعرف كل جماهير الاهلي. هو موجود بكره في التدريبات، وفي قعده المفروض دلوقتي ما بيني وما بين كابتن زيزو ومستر مارتن يول، وهنتكلم بقى في الرؤيه بتاعته في الفتره اللي جايه، هل هيبقى موجود على الدكه ولا لا. برضه هو الراجل اللي هيتكلم، وان كان الاتجاه لحد دلوقتي ان هو هيبقى موجود وبيقود مباراه مصر المقاصه باذن الله. سيد عرفنا سمعنا ان في مشكله في سفر حضرتك لانجولا عشان مفيش سفر مباشر، هل الموضوع ده اتحسم ولا لا؟ نقل المباراه من المدينه اللي هي ليو بولو الى لواندا، هل بالفعل تم اختار لفريق الانجولي ولا لا؟ عايزين نعرف من حضرتك برضو موضوع انجولا ايه بالظبط. لا هو احنا يعني بنتكلم مع الاتحاد الافريقي، هي المسافه بعيده شويه تمام، يمكن عندهم مطار مجهز مش مجهز مش عارف، مش عايز بس اعمل مشكله ولا حاجه، لكن احنا يعني انا هسبق الفرقه بيومين ان شاء الله الرحمن، تحديدا يوم الحد بالليل فجر يوم 7 يعني ان شاء الله، والفرقه هتسافر فجر يوم 8 فجر يوم 9. برضه هتكلم مع الراجل كده هل هو عايز يسافر بدري يوم ولا حاجه عن كده، برضه لازم يعني هو اللي يقول القرار ده. رحله طيران ورحله سفر متعبه جدا ومرهقه جدا، عشان كده بقول احنا اللي في ايدينا عندنا مباريتين، يعني سيبك من الانديه وصراعها وتنافسها في الدوري، وان كان ده شيء مهم طبعا، لكن حته الملاعب لازم تتراعى كويس قوي للمنتخبات. المنتخب عنده مباراه يوم 26 او 25 و29، النادي الاهلي دي قوامه او قوام المنتخب كله من النادي الاهلي عندك 10 او 11 لعيب، منهم 6 او 7 بيكونوا موجودين في الملعب، فانت عندك النهارده مباراه وبعد كده بعد 72 ساعه مباراه ثانيه، وبعدين عندك رحله طويله جدا جدا، اثيوبيا 5 ساعات وبعدين 3 ساعات في ترانزيت، وبعدين انجولا 4 ساعات 5 ساعات من اثيوبيا، وبعدين هتسافر ثاني للمدينه اللي هتلعب فيها اللقاء كيلو فعلا 300 كيلو او يعني حوالي 3 ساعات ونص او 4 ساعات ونص على حسب ما بتقول السفاره، فدي رحله مرهقه جدا ومتعبه جدا. طيران داخلي فعلا يا كابتن سيد؟ في طيران داخلي بس هل هو مجهز ولا مش مجهز، يعني مجهز ولا مش مجهز، فاحنا هنتكلم او انا هطرح على الراجل دلوقتي هل نكسر الموضوع ده السفر الطويل بان احنا نبات في العاصمه يوم عشان نكسر ده ونتمرن، وبعدين نسافر ثاني يوم للمدينه ديت. هو برضو عنده القرار ده، يعني شوف الافضل ليه بالنسبه له فنيا يعني. في النهايه مباراه المقصه ملعبها ايه؟ هي ملعبنا يعني هو ده العرب، مفيش موافقه على برج العرب حتى يعني، ودلوقتي المباراه شغاله مفيش موافقه على برج العرب. اتمنى انها تتراعى واتمنى انها تتشاف وتتحسب، يعني عايزين يا جماعه ناخد خطوه لقدام مش عايزين خطوه لورا، يعني خلاص الدوري شغال، يعني المفروض ما يبقاش تفكيرنا كله ان مباراه ونخلص منها وخلاص، تتلعب في الجونه، تتلعب في برج العرب، تتلعب في القاهره. السويس ملعب بديل وبيقولوا بنسبه كبيره هو اللي اقرب حتى الان. مين اللي يقول كده؟ مين اللي يقول كده؟ مين حد كلم، وانا اقول لحضرتك بصراحه حد كلم يعني عامر حسين وقال اللي فيه كلام اللي هو ما كانش هنا هيبقى احتمال السويس لو جت الموافقه. السويس انا ملعبي، هل ملعبي السويس؟ يعني ملعب مصر المقاصه اساسا كان السنه اللي فاتت السويس مثلا، هل انا ملعبي السويس؟ هل المنطق يقول ان انا مثلا اكون موجود يا جماعه في اسكندريه وبعد كده اخد اللعيبه ونرجع تاني القاهره وبعدين نرجع تاني السويس وبعدين نسافر اثيوبيا تاني يوم او ثالث يوم المباراه وبعدين تسافر 6 7 ساعات وبعدين تقعد 3 4 ساعات في المطار وبعدين تاخد لك 4 5 6 ساعات لحد انجولا وبعدين تقعد شويه وبعدين تاخد لك 3 4 ساعات مواصلات وبعدين في خط العوده ترجع كده وبعدين تقول للمنتخب هو اللعيبه مالها؟ هي اللعيبه بلاش احنا بلاش اللعيبه المحليه وبلاش الدوري المحلي اسف وبلاش الكره في الدوري مثلا، المنتخب اللي عنده 25 و29 هل مش هيبقى متاثر بحاله الارهاق الشديده دي كلها؟ تمام، يعني احنا اعتقد ان احنا عدينا المرحله ان مباراه تتلعب وخلاص،
يعني يخلص اعتقد ان احنا خلصنا من الموضوع ده، اعتقد كده يعني. بالعكس احنا مستقرين جدا في ملعب زي الفل وممتاز جدا، واحنا مبسوطين فيه وبنلعب فيه، وده ملعبنا تمام، والناس هنا يعني شايلانا فوق كفوف الراحه زي ما بيقولوا. فاعتقد ان احنا خلاص بقى ناخد خطوه تانية والامور تبقى مستقره، والعالم كله يعرف ان انت امورك مستقره وبتلعب دوري والدنيا مستقره، والاهلي ملعبه كذا والزمالك ملعبه كذا والاسماعيلي ملعبه كذا والاتحاد ملعبه كذا، والدنيا تبقى هاديه يعني. لكن الاهلي ينفع ان هو يلعب النهارده في مباراه وبعدين او في مدينه، وبعد كده العب في مدينه ثانيه، وبعدين مطلوب مني ان انا اسافر اثيوبيا، وبعدين اجي من اثيوبيا اسافر انجولا، وبعدين من انجولا على المدينه اللي هلعب فيها، وبعدين اخد خط الرجعه دي ثاني، وبعدين ارجع ثاني في مباراه افريقيا ما اعرفش العب فين يعني. بعد مباراه افريقيا الفرق بينهم وبينهم اسبوع، وبعدين اللعيبه ديت تاخد شنطها بعد المباراه الافريقيه الثانيه وتطلع على نيجيريا تلعب في نيجيريا، وبعدين ترجع ثاني من نيجيريا في 3 ايام تلعب ثاني يا جماعه مش ممكن يعني دايما الكوره لازم يجوا حل اتحاد الكوره. بس الكوره يا جماعه لازم يعني يبقى فيها برضو تفكير شويه بشكل كبير وتاخد الخطوات. هي الموضوع مش ان انا احل النهارده وخلاص، يعني حل مشكله النهارده وخلاص يعني، لا. في اوقات في الاداره طبعا سيب الاحداث تديرك في بعض الاوقات، لكن في اوقات كتير جدا لازم تكون باصص لبكره ولازم باصص لقدام يعني. بشكرك جدا يا كابتن سيد والف مبروك على الفوز. مش الكرام ده كان